كان والد الصبي قد أعطاه ذات مرة غودزيلا كحيوان أليف، وكانت عيونه وحدها تمتد على 30 مترا، ومع ذلك كان يتعرض للتنمر بلا رحمة في المدرسة، حتى أنه تعرض للإذلال عندما قام زملاؤه بتجريده في مكان عام. كان العالم قد دخل عصر الإحياء الروحي، حيث تطور كل كائن بلا حدود. بدأت وحوش ضخمة كل واحدة منها تتجاوز 100 متر في مهاجمة البشرية في المدن. كان بإمكان البشر الذين استيقظوا فقط مواجهة هذه الوحوش، ومن بينهم كان الأقوى لين يوان حامل الرعد الذي كان محترما من الجميع. تم تكريمه بلقب اللورد دراجون لين، وكان ابن لين شياو يعتبر وريث البطل. لكن عندما هاجم جولونغ مدينة تيانهاي، اختفى اللورد دراجون لين وأصبح خائنا من ذلك الحين، واحتقرت زوجته وطفله، وكان لين شياو يسخر منه كابن الخائن. كان اليوم هو يوم استيقاظ لين شياو، وكان يعتقد أن دماء والده ستمنحه قوة عظيمة، ومع ذلك استيقظ زملاؤه واحدا تلو الآخر على هباتهم، بينما لم يستيقظ هو على شيء. وفي خضم السخرية عاد إلى الصف في صمت، ولكن في اللحظة التي دخل فيها كانت مكتبه قد انقلب، وكانت كلمات السخرية مكتوبة على كرسي وطاولته، تماما كما كان لين شياو على وشك ابتلاع الإذلال مرة أخرى. لاحظ أن ميدالية البطل الخاصة بوالده قد أخذت، والآن كانت تتدلى بفخر على صدر شون هو. بشكل غريزي انطلق لين شياوي للأمام ليأخذها مرة أخرى، لكن كشخص مستيقظ لم يأخذه شون هو على محمل الجد، فبلمسة عابرة دفع لين شياو بقوة ضد السبورة، وهو يكافح للوقوف. استند لين شياو على الشتائم المحفورة على اللوح، وتفوه ببرود شون هو: كان والدك ووالدي رفاقا ذات مرة، هل يجب عليك حقا أن تدوس علي عندما أكون في أسفل؟ جذب شونه شعره وهو يسخر: لا تجرؤ على مقارنة والدي بخائنك العجوز. ثم لفتت عيناه إلى القلادة حول عنق لين شياو بابتسامة قاسية. قال: أذكر أن تلك كانت تذكارا آخر من والدك الجبان. بسحب قوي مزق شونه القلادة مباشرة من عنقه، فاندفع لين شياو نحوه يائسا لاستعادتها، لكن كإنسان عادي لم يكن لديه القوة ضد شونهو الذي استيقظ على قوة العمالقة. لم يكن لديه مجال للمقاومة. كانت القلادة مهمة لأنها كانت آخر تذكار تركه له والده اللورد دراجون لين. في أعماق نفسه لم يؤمن لين شياو أبدا أن والده كان خائنا. شونهو شد قبضته مستعدا لسحقها بقوة غاشمة، وفي حالة من الغضب اندفع لين شياو للأمام بلا تردد. غرس أسنانه في إصبع شونه مما أجبره على تخفيف قبضته، واستغل الفرصة استعاد لين شياو القلادة، لكن شونه أمسكه مرة أخرى بسرعة محاولا انتزاعها. في يأس ابتلع لين شياو القلادة كاملة. غاضبا ألقى شونه به ضد السبورة مرة أخرى، فتأرجح لين شياو ليقف على قدميه وهو يزأر: كم أنتم مقرفون جميعا! في ذلك الوقت لأنني كنت ابن اللورد الأعلى لين كنتم تتوسلون عند قدمي، والآن لأنني ابنه تتقيؤون عليه، تذلونني. نعم، على حق، أنا عالة بلا قوى، لكن حتى كقمامة لن أستسلم. يوما ما سأثبت لكم جميعا أن والدي لم يكن خائنا، ولم يكن الجبان الذي تدعونه. في تلك اللحظة دوى صوتا مدوي، تحطم العقد الذي ابتلعه داخل جسده، وتدفقت موجة غريبة عبر جسده. ثم صدى صوت في عقله: مرحبا بك في نظام مسيطر الوحوش. تم اكتشاف دم المستضيف وبدأ الارتباط الجيني. بشكل ساخر كانت شون هو من حاول كسر العقد، مما أثار العنبر الذي تركه والده. مع ربط نظام الوحوش حصل لين شياو على حق اختيار وحش مرتبط بالحياة، بينما ضغط على تأكيد الخيارات التي ظهرت أمامه. أول ملك للوحوش: تنين كوي، عيونه كالشمس والقمر، زؤير مثل الرعد، أنفاس تخترق كل شيء، وهشبانجا لا مثيل له. الثاني: الطاغية جانتيون، أجنحة تتألق كالشمس، قاتل ذات مرة 2 كواي قبل 200 مليون سنة، الآن ساكن في جبال الأشباح الغربية. الثالث: الملكة جيا دودة، حارسة كل الكائنات الحية، سيد قوى الدعم الهائلة المخفية في أعماق جبال الرياح. الرابع: محطم القلوب،
قرد وحشي ذراعه كالجبال، يمتلك قوة قريبة من القوة الكارثية، قادر على تحطيم النجوم، يعيش في جزيرة جيان. كان قلب لين شياو ينبض بشدة. اللعنة على الجولونج الذي دمر تيان هوي كان أيضا وحش بانغا. إذا حصلت على واحد من هؤلاء سأكون لا يمكن إيقافي. هذا النظام مجنون، لكنه تجمد وهو يحدق في اللوحة، غير قادر على اتخاذ قرار. ثم حذرته النظام ببرودة: إذا فشل المستضيف في الاختيار خلال دقيقة واحدة فسيعتبر ذلك تنازلا. بعد صراع قصير اختار وحش الرعد تنين كوا. في اللحظة التي أكد فيها تم سحب وعيه إلى عالم غريب جديد في أعماق المحيط. فتح عين هائلة ببطء، شعور ساحقا من القمع غمره. فجأة دفعت عمود مائي هائل إلى الأعلى ملتفا حوله بإحكام، ثم ألقاه إلى السماء. في اللحظة التالية ارتفع تنينكو الهائل من الأعماق وأمسك بلين شياو بمخلبه الضخم. وقف متجمدا مدهوشا من حجم الوحش القديم، لكن سرعان ما بدأ جسم التنين كوا يتلاشى. بعد لحظات تم سحب وعيه إلى الوراء، وفي مساحة تخزينه ظهرت بيضة غامضة تماما. عندما قام لين شياو بفحصها عادت وعيها إلى الواقع. تمتم: اللعنة على النظام، كيف يفترض بي أن أفقس هذا الشيء؟ اعتقد تشون هو وعصابته أنه كان يشتمهم وأحاطوا به على الفور رشت فورورد. بينما كان يثبته حاول تشون هو خلع سرواله. فجأة قطع صوت حاد الهواء. دخلت فتاة تحمل شارة حمراء باسم مجلس الطلاب. أطلق سراحه: ما تفعله يتعارض مع قواعد المدرسة. ردت شن بسخرية: مجلس الطلاب، لا تضحكيني، أغربي عن وجهي. انتزع القلم من يدها وهو يزأر: أعطيك فرصة للمغادرة، ارفضي ولن تخرجي من هذه الفصل على قيد الحياة. انقلب القلم في قبضته، طرفه يشير إلى حلقه. نظرة الفتاة صارت صارمة: تحذير نهائي، لا تتدخلي في سلطة مجلس الطلاب. سخر تشن وهو يكسر القلم إلى نصفين. قوتي هي مستوى واحد، قوة عملاقة. حيلك مثل هذه لن تنجح، لذا أفعلي لنفسك معروفا، لا تخاطري بحياتك من أجل قمامة عديمة الفائدة. تحولت عيناها إلى حادة كالشفرات، مستيقظة حديثا ومغرورة بالفعل. حان وقت الدرس. حاول لين شياو التوسل إليها لتغادر، لكن قبل أن يتمكن من إنهاء جملته أرسلته لكمة إلى الأرض. سناب الفتاة، أصابعها انطلق مكنسة إلى الأمام. التقطت قميصه وصدمته بالجدار معلقا كخرقة. قالت زميلته بهدوء: ابقى هناك لبعض الوقت، إنه أكثر أمانا. ثم فردت كفها: أما أنتم فهذه وقت الدرس على الفور. ارتفعت جميع الأشياء في الغرفة، في الهواء، الشوك، الأقلام والمسطرات، جميعها استهدفت شون هو. لا تتحركي، حذرت، أي حركة وستقطع إلى أشلاء. حدق لين شياو في صدمة من هذه الفتاة. لقد سحق شون هو في ثوان. طالب مختبئ تحت مكتب صرخ فجأة: إنها المعجزة التي استيقظت على مغناطيسية الصف في سن الرابع عشر. شحب وجه سولينجيو تشين هو لم يتوقع أبدا أن التنمر على لين شياو سيستفزها. لقد كانت بالفعل في عالم فتحة الروح، مرحلة كاملة فوقه. شون الذي قال لنفسه إن تأثير والده سيبقيها بعيدا، لكن في الثانية التالية قطعت مسطرة عبر عنقه. كان صوت سولينجيو باردا كالجليد: لا تظن أن اسم جنرال تشين يجعلك غير قابل للمس. الموت ومواجهات القوة شائعة. شون هو انهار على الفور وهو يصرخ: أستسلم، أعترف بالهزيمة. بلفتة من يدها قامت سولينيو بتفريق قوتها. مفسحة له رفعت كفها مرة أخرى وطارت شارة شون هو من صدره إلى يدها. تجمدت ملامحها. أبلغ مكتب الانضباط صباح الغد. ثم أخرج من نظري تيريفايد شون، وأتباعه اندفعوا نحو الباب، رغم أنه ألقى على لين شياو نظرة خبيثة في طريقه للخروج، متابعا سولينغ. انت في المعركة في أقل من 3 دقائق. لم يشعر لين شياو بأي فرح، لأنه رأى بأم عينه كم كانت رعب شون. كانت قوته حقا، لكن سولينغ قد كرشت شون هو في ثوان. عرف لين شياو أن الفجوة بينهما كانت كالسماوات والأرض. أعاد شارتها قبل أن يدير ظهره للمغادرة. عند الباب نظرت للوراء: هذا بعد الظهر ستعيدك المدرسة إلى المنزل بدون قوى. ابتعد عن المستيقظين. الفجوة في القوة هو خندق لا يمكنك عبوره. عرف لين شياو أنها على حق.
لم يكن قادرا على اللحاق بهم الآن، لكن إذا لم يستطع الاستيقاظ فسوف يعتمد على قلادة والديه النظام، ويصبح وحش مهيمن قوي بما يكفي لمواجهتهم مباشرة في المنزل. بحث في كل سجل يمكن أن يجده، ومع ذلك لم يجد أي طريقة لفقس بيضة الوحش. بلغت العدالة ذروتها. أصدر النظام مهمة: فقس وحشك المرتبط بحياتك، مكافأة، مهارة ترويض. لكن بيض الوحوش ليست مسألة سهلة. فترة الحضانة الطبيعية لها تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين سنة. تطورت الإنسانية نفسها لمدة 5 ملايين سنة لتتطور من القردة لحسن الحظ. قدم النظام اختصارا: كان يتطلب نواة وحش مع الطاقة الروحية النادرة على الأرض. يمكن للنوى فقط تسريع الحضانة. تنهد لين شياو كإنسان بلا قوة. الحصول على واحدة كانت حلما بعيد المنال. ثم أعلن النظام عن اكتشاف طاقة نواة الوحش داخل هذه الغرفة. أضيئت عينيه. مستحيل، هل خزنت أمي كنزا سريا؟ لكن لدهشته كان المصدر هو ميدالية بطل والده. منذ اختفاء والده نشأ لين شياو تحت الصخرية، وكانت المعدن هو دعمه الروحي الوحيد. ومع ذلك بعد إذلال اليوم أدرك أنه بدون قوة لا يمكنه حتى حمايته. ناهيك عن تبرئة اسم والده، جهد ليشد على المعدن. حسنا، ماذا يجب أن أفعل؟ شعاع من الضوء، رسم رموزا على جداره مكونا نمطا غريبا، وأمره النظام بإدخال المعدن. مشكوك فيه، ضغط على المعدن المنصهر الذي تسرب إلى الجدار، تردد صوت، تشقق، ثم جاء بوم مدوى. انفجر الجدار. تجمد لين شياو مذهولا من فتحة مكسورة، زحف خارجا، طفل غودزيلا أحمر. انفتح فمه. هكذا يبدو وحش بانجا عندما يفقس لأول مرة. رن النظام: تنين كاواي صغير، سلالة العلوي. الارتفاع 69 متر، الوزن 380 كيلوغرام. الهجمات: اندفاع، عض، ذيل تنين، مهارة أولية، ابتلاع. تهانينا أيها المضيف، المهمة مكتملة. المكافأة: منحة مهارة لمس أي وحش أضعف منك، وسيصبح لك في اللحظة التالية. عض غودزيلا الصغير في ساق سرواله يجذبه إلى الوراء، ثم جرى حوله في دوائر مليئة بالطاقة. فقط عندها أدرك أنه كان يطلب الإذن لأكل قشرة البيضة. تذكر لين شياو فجأة أن الزواحف غالبا ما تأكل قشرتها للحصول على الكالسيوم. هل يمكن أن يكون هذا الصغير هو نفس الشيء؟ بإذنه بدأ غودزيلا الصغير بالقرمشة بسعادة، لكن سرعان ما تغير وجهه في عدم ارتياح. ظن لين شياو أنه يختنق حتى دق تنبيهات النظام. تنين كواي ابتلع قشرة البيضة. نقاط التطور -5 -8 -10 -15، تماما كما ظن لين شياو أن النظام قد تعطل. انفجر الحاضن في ضوء ذهبي. تهانينا أيها المضيف، لقد استهلك تنين كواي 100 نقطة وأكمل مرحلة نمو. اتضح أن مهارة تنين كواي الفطرية كانت الابتلاع. كلما أكل تطور. تم إنفاق تلك النقاط على الفور، حيث ارتفع ارتفاعه من 69 متر إلى 28 متر. في تلك اللحظة انفتح باب غرفة النوم. دخلت والدته، وبدأ الحاضن بالزئير مكشرا عن أنيابه كما لو كان مستعدا لأكلها. فاقدة الوعي في المكان. حاول لين شياو استدعاء الوحش، لكن مستوى النظام كان منخفضا جدا، عاجزا. لم يكن لديه خيار سوى التفكير في إخفائه وشرح الأمر لاحقا. لكن التنين الصغير حدق في النافذة كما لو كانت زنزانة. بسحب واحدة مزقوا الإطار والجدران، وأحدثوا صوت تحطم جذب انتباه الجيران. علم أن التعرض سيكون مميتا، قفز لين شياو من الطابق الرابع مع التنين، وبعد لحظات ترددت صرخات والدته الغاضبة من الأعلى. مختبئا في زاوية تسرب العرق البارد على ظهره. لا عجب أنها والدتي. استيقظت بهذه السرعة. ثم أذهله النظام بتنبيه جديد: مكافأة. رادار الوحوش لنجاحه في فقس تنين كواي يمكن أن يكشف العنصر عن التوقيعات الروحية القريبة. سخر لين شياو: ما فائدة هذا؟ لكن البوصلة أضاءت على الفور. كان أقوى إشارة هي التنين نفسه، والأصغر هي قطع قشرة البيضة. لكن بالقرب منه نبض منارة أكبر. جالت أفكاره: تطور التنين فقط من أكل قشور البيض. إذا ابتلع ذلك الضوء لن يرتفع بشكل كبير. همس الفكرة للحاضن. عند ذكر الطعام
انتبه التنين وبدأ يسيل لعابه مثل عشاق الطعام. توصل الاثنان سريعا إلى اتفاق. متخفيين اندفعوا نحو المنارة بأقصى سرعة، قادهم الطريق إلى شقة فاخرة. كانت الحراس يتجولون في الخارج. ترددت لين شياو عند البوابة، وفجأة انحنى التنين ثم قفز مباشرة نحو المبنى. تسلقوا 40 طابقا في قفزة واحدة، وعند القمة تجمدت لين شياو. كانت غرفة فتاة وصرخ ذهنه رائع. عنوان الغد: ابن الخائن فشل في الاستيقاظ. اقتحم غرفة الفتاة تماما عندما فكر في التراجع. اقتحم التنين الداخل متتبعا الرائحة الروحية. انطلق إلى الداخل. حاولت لين شياو إيقافه، لكنها انزلقت وسقطت على وجهها. وعندما نظرت للأعلى رأت شارة مجلس الطلاب تتلألأ على بلو ستار. كانت معظم الطاقة الروحية تتجمع في العوالم السرية مخلقة الكنوز والوحوش، وكانت هذه الشارات مفاتيح. فقط المستيقظون المعتمدون يمكنهم حملها. كل تصميم فريد. شعرت المكان بالفاميلياريتي. اتسعت عيناها. انتظروا. تلك شارة رئيسة مجلس الطلاب سولينغ. وفي تلك اللحظة سمع صوت رش الماء من الحمام. التفتت لين شياو وتجمدت. نزيف الأنف. انطلق وهو يلعن النظام حقا من بين كل الأماكن. تقلبني هنا، انسى الوحوش. هذه المرأة ستقسمني إلى ساشيمي. كان التنين يسيل لعابه على وشك الانطلاق إلى الحمام. تفقدت لين شياو الرادار وشحب وجهه. اللعنة، المنارة الروحية، إنها تطلبك بنفسها. في تلك اللحظة شعرت سولينغيو بالاضطراب، صارخة بحدة من هناك من بالخارج. انفتحت باب الحمام وخرجت سولينغيو ملفوفة بمنشفة لتجد أنه لا أحد هناك. وعندما أدركت لين شياو أنها هي، أشار إلى التنين الصغير للهرب، وانقض التنين اللطيف عليه وخرج من الطابق 40 في قفزة واحدة. لحسن الحظ خفف التنين من سقوطه، وإلا لكان قد أصبح بقعة على الرصيف. وفي تلك اللحظة رن النظام مبروك. تم تحديد مصدر الطاقة المضيف. تم فتح المهمة 2. الهدف: تطوير التنين اللطيف إلى مرحلة نموه. المكافأة: مهارة الإسقاط. هذه القدرة تسمح للمضيف بالاندماج مع أي وحش في فضاء الوحوش. كسب 30% من خصائصه مؤقتا. تسارعت نبضات قلب لين شياو. كان التنين بالفعل على مستوى سولينغ. مع 30% من قوته كان بإمكانه بسهولة الوصول إلى مجال تكثيف الدم، وهذا الوحش لم يأكل سوى قشر البيض. مع تناول المزيد يمكنه أن يصبح أقوى لمجرد الوقوف ساكنا. ابتسم وهو يخرج الشارة. التذكرة إلى العوالم السرية. مع هذه الكمية من الطاقة الروحية حان وقت الفوز الكبير معا. توجه هو والتنين إلى أقرب عالم سري. كان موقع بناء سابق، والمنطقة الآن مهجورة تشوهت بتأثير العالم. تحت مبنى منهار وجدا بوابة متلألئة، وعند العبور تغير العالم من حولهما. انتشرت غابة بدائية شاسعة أمام أعينهم، وعلى الرغم من كونها عالما منخفض المستوى إلا أنها كانت لا تزال ضخمة بشكل مذهل. طارت اليعسوب العملاقة بجناحين كالشفرات، وزحفت ديدان 3 أمتار على الجذور. زأروا التنين الصغير بحماس وهو يركض خلفهم، ثم تعثر وسقط على وجهه. أنين لين شياو: هذا عالم سري، هل يمكنك عدم إحراجي؟ لكن التنين اللطيف ارتفع متحديا. استنشق بعمق ثم أطلق زئيرا مدويا هز السماء. أنا هنا، أصطفوا لتصبحوا نقاط تطوري. كان الصوت يكاد يمزق طبلة أذن لين شياو وهو يتقدم لتوبيخه، لكن الوحش أشار خلفه. دب رمادي ضخم يسيل لعابه جائعا، عيونه مثبتة عليهم، وبزئير هاجم لين شياو انزلق تحت ذراعه مستخدما حجمه الصغير للمرور. بوم! شجرة بعرض عدة أمتار انكسر نصفين تحت مخلبه. كان دبا قديما ذا وجه قصير، تم جره إلى هذا العالم خلال تحول العالم. النظام رن ليس مصنفا كوحش كبير، لكنه غير مهم أمام الوحوش الحقيقية. عندما تحقق من اللوحة لين شياو تنهد. قيمته الروحية كانت تافهة، أقل قيمة من شظية من قشر بيض تنين، ضعيف جدا، مثالي للتدريب. تنين كواي، خذوه. لكن عندما التفت كانت اليرقة قد اختفت. أنت تمزح معي نظام، أين تنيني؟ الرادار يظهره هنا.
دب الباندا صرخ وهاجم مرة أخرى. في اللحظة الأخيرة فوش، تنين كواي انفجر من العدم، اندفع بقوة وقطع ربع نقاط صحته. ذيله انقض بشراسة، مازيلا نصف صحته، ضربة نهائية، ضربة صقر على طريقة الوحوش، وانهار الوحش. لين شياو انهار أيضا، تنهد بارتياح. لولاك كنت سأكون طعاما الآن. نزل التنين من الجثة وهو يهز ذيله. بدأ في اتهامها. النظام رن نقاط تطور +1 +2. أنين لين شياو، أنت تمزح معي. هذه النقاط التطورية تافهة. بعد فترة اتهمت اليرقة الدب بالكامل، لكنها حصلت فقط على 19 نقطة، ومع ذلك أنفقها نمى التنين كواي بمقدار 3 سنتيمترات فقط. تنهد لين شياو. حتى في العوالم السرية الطاقة ليست متوفرة في كل مكان. أخرج الرادار للبحث عن قراءات أقوى. قريبا أضاء منارة ضخمة على البوصلة. توقف عن نخل العظام. تنين كواي نادى هيا لنحصل على لحم حقيقي. تبعوا الإشارة، جريوا للأمام. فجأة عدة نقاط أصغر تجمعت بسرعة على موقعهم. من الأشجار ظهرت ظلال تغلق بسرعة. النظام، ما هؤلاء؟ تساءل لين شياو. مستوى تنبيهي 1. كلاب متحولة، 4 أرجل قصيرة وأرجل خلفية طويلة، شبيهة بالكلاب في الشكل، شبيهة بالقطط في الحركة، صيادون في مجموعة، قوة عض قوية، سمع مستوى 1. لين شياو ارتاح قليلا. كانوا من أضعف المخلوقات في العالم، مع 2 كواي بجانبه، حتى لو حلهم بشكل ساخر كما لو كان يحييهم. لكن اللحظة التي هاجموا فيها تنينه، انقضى الوحش على أحدهم في فكيه وابتلعه بالكامل. تنبيه: تنين كواي اتهم كلبا متحولا. نقاط تطور +500. مكافأة أول مرة +1000 نقطة تطور. أضاءت عيون لين شياو. كلب واحد يساوي أكثر من 20 دب قصير الوجه. هؤلاء الكلاب كنوز نقاط التطور. اذهب تنين كواي، كل حتى تسقط مباشرة إلى مرحلة النمو. اليرقة زأرت واندفعت نحو القطيع. انغمسوا بشغف. نقاط التطور تصعد بسرعة. 2505 نقطة في لحظات. لين شياو كاد يقفز من الفرح. أنا غني، وخصصها كلها للنمو. زيادة حجمه. تقدم مهمة كويست 2 وصلت إلى 50%. إذا ابتلع البقية سأفتح عرض الإسقاط بالتأكيد. هكذا تزرع في عالم سري. ولكن بعد ذلك خرج كلب أبيض أكبر يعوي نحو السماء، وتحولت المجموعة التي كانت تمد فجأة إلى شرسة. عيونها تلمع. ضاقت صدر لين. كان هناك شيء خاطئ. قفز أحد الكلاب عاليا، فم مفتوح، وانقض عليه مباشرة. تنين قام بالدوران ليحميه، وأخذ العضة بدلا منه. كلب آخر تمسك بجانبه. الألف الأبيض أعطى الأمر. استهدفوا. أجبر لين شياو التنين على تحمل الضربات، متألما وملطخا بالدماء. قاتل تنين كواي للحماية عنه. شحب وجه لين شياو. لا يمكن أن يستمر هذا. إذا اجتمعوا علينا سنكون منتهين في هذه اللحظة. تقدم المهمة. قد وصل بالفعل إلى 70%. من الواضح أن هذه الكلاب المتحولة لم تكن لديها نية لإعطائهم أي فرصة للبقاء. لذلك أمر لين شياو على الفور تنين كواي أن يحمله تحت الشجرة الضخمة. إذا استمر الوحش في حمايته فسوف يتآكل في النهاية ويقتل بسبب الهجمات المستمرة للكلاب المتحولة، ومع ذلك بدون عبء حمايته. يمكن لتنين كواي أن يطلق قوته الكاملة، ومع تلك القوة يمكنه سحق مجموعة هذه الكلاب تماما. لذلك قرر لين شياو أن يتسلق الشجرة بنفسه على أمل أن يجذب انتباه الكلب المتحول بعيدا. خلال هذا الوقت يمكن لتنين كواي أن يستغل الفرصة ليبتلع ويتطور بسرعة مع ابتسامة واثقة. صرخ لين شياو في الوحش، يحثه على الاندفاع نحو مجموعة الكلاب المتحولة. بدأ تنين كواي مرة أخرى في هجوم وحشي. بينما ظل عدد من الكلاب تحت الشجرة، تحدقوا إلى لين شياوي بعيون مفترسة. فجأة دفعت جميع الكلاب المتحولة التي تحمل أجراسا حول أعناقها الشجرة دفعة واحدة. في لحظة تم هز لين شياو وسقط من الشجرة. في تلك اللحظة بالذات جمع تنين الكويت أخيرا ما يكفي من نقاط التطور، متقدما إلى مرحلة نموه. أكمل لين شياو في الوقت نفسه المهمة 2 وفتح قدرته الجديدة بينما انقض الكلب المتحول بفم مفتوح.
تمكن لينشيل من تفعيل تعزيز الصفات على نفسه، وبضربة واحدة حطم الوحش إلى قطع. نظر إلى يده المتحولة بصدمة، همس لنفسه إذن هذه هي قوة الوحش، فورا رشت الكلاب المتبقية نحوه. لكن مع تدفق قوة نين كواي في جسده، وقف لين شياو طويلا بلا خوف. حان الوقت لأظهر لكم أنني لست هدفا سهلا للعبث به. دفن أصابعه في الأرض وبقوة هائلة اقتلع شجرة كاملة من جذورها، ثم قذف الجذع الضخم مباشرة نحو الكلاب المندفعة. لكن لدهشته، قفز الوحش الرشيق عاليا في الهواء متجنبا الضربة القاتلة بسهولة. اتسعت عيون لين شياو في ديسبليف. تباهم بهذه الرشاقة، يبدو أنني سأضطر للقتال وجها لوجه. ولكن قبل أن يتمكن من الاشتباك معهم بنفسه، ظهر تنين كواي فجأة خلف المجموعة فمه ينقض. بينما ابتلع 3 كلاب متحولة بلقمة واحدة، ترددت تنبيهات النظام بلا توقف، ونقاط التطور تتصاعد بسرعة. التنين كوا قد دخل الآن مرحلة نموه بالكامل، حيث ارتفعت طوله إلى 4 أمتار وزادت كتلته إلى 3.5 طن. اقترب الوحش من لين شياو وتعبيره مليء بالغضب. لين شياو blinked in confusion، لم يفهم لماذا، حتى أمسكه التنين فجأة من كتفه وألقاه على ظهره. وتحدث بصوت عميق: لماذا تركت لوحدك؟ مذهولا من الكلمات غير المتوقعة، دارلين شياو بسرعة باحثا عن المصدر. من قال ذلك؟ التفت التنين كوى ببطء وكرر: تركي خطر، كادت فك لين شياو أن تسقط على الأرض. مستحيل، الوحش يمكنه التحدث؟ في تلك اللحظة ظهرت نافذة النظام من تلقاء نفسها. ما المدهش في تنين كوى يتحدث؟ كانت هذه الوحوش قد حكمت الكوكب الأزرق لأكثر من 100 مليار سنة. في نهر الزمن اللانهائي تطورت منذ زمن بعيد إلى ذكاء عال، وإتقان اللغة الإنسانية أمر تافه بالنسبة لهم. في هذه اللحظة كان التنين كوا لا يزال غاضبا من تصرف لين شياو المتهور، وبنبرة متعالية أعلن: المكان الآمن الوحيد لك هو بجانبي. لكن لين شياو رد: إذا لم أفعل ذلك كنا سنكون في خطر الآن. ربما كنا سنمزق إربا على يد تلك الكلاب الطافرة. ثم في الثانية التالية أدرك أن التنين كان قلقا فقط على سلامته. ضحك لين شياو وهو يربت على رأس الوحش: حسنا حسنا، على أي حال لم تكن روح التعاون لدينا سيئة. ما نحتاجه الآن هو الإسراع خلال الليل وإرجاع هذه الشارة إلى سولينغ. لكن عندما مد يده نحو الشارة، أدرك فجأة أنها مفقودة، على الأرجح فقدت أثناء المعركة السابقة. بحث هو والتنين كوا في المنطقة بالكامل، لكن لم يتمكنوا من العثور على أثر للشارة. في تلك اللحظة رفع التنين مخلبه وأشار، مشيرا إلى رائحة الكلاب في ذلك الاتجاه. شم لين شياو الهواء بنفسه، متفاجئا ليجد حاسة الشم لديه قد حادت أيضا. كانت قدرة الوحش على الإسقاط قد عززت حتى حواسه متبعين الأثر تقدم للأمام. وبالفعل تحت لوح من الحجر اكتشفوا الشارة المفقودة، فقد تم سحبها إلى عرين بواسطة عدة كلاب صغيرة. تنبيه النظام: هذه هي كلاب صغيرة متحولة، بينما قوتها القتالية ضعيفة بشكل فردي، إلا أنهم يهاجمون فريستهم بشكل متهور عند التجمع كما هو متوقع. تجاهلت الوحوش الصغيرة الفجوة الضخمة في الحجم واندفعت نحو التنين كوة. تعض بشراسة، لكن التنين ركلهم بعيدا بلقطة واحدة. كان على وشك أن يجعل منهم وجبة سريعة، لكن لين شياو أوقفوا بصوت عال: أنتظر تنين، اتركني حيا. أريد اختبار مهارة التحكم الجديدة لدي. القدرة يمكن أن تروض الوحوش التي تكون أضعف من التنين كوا. لكن قبل أن يتمكن من تفعيلها، قفز عليه 3 من الكلاب الصغيرة. لحسن الحظ لم تفقد مهارة الإسقاط بعد، لذا لم يتعرض لأي ضرر. لمس أحد الكلاب من الفك بإصبعه. تنبيه النظام: تهانينا، المضيف قد نجح في ترويض الكلب المتحول. أصبح الجرو الوحشي الآن هادئا ومطيعا. انطلق إلى الأمام ينبح بغضب تجاه الآخرين نحو لين شياو، ومع ذلك لم يظهر سوى ولاء مطيع مثل كلب مدلل. وبعد قليل تمكن لين شياو من ترويض 3 من الوحوش الصغيرة. حينها رن النظام مرة أخرى:
يمكن للمضيف امتلاك ما يصل إلى 5 وحوش، العدد الحالي 4. كاد لين شياو أن ينفجر ما هذا بحق الجحيم 5 فتحات فقط، وقد أضعت 3 منها على كلاب عديمة الفائدة. في تلك اللحظة أضاف النظام أن المضيف قد حصل على جوهر وحش. أكمل المهمة 3 لترقية النظام وفتح المزيد من فتحات الوحوش. كان لين شياو يعلم جيدا أن ترقية النظام لن تحدث بين عشية وضحاها، لذا قرر أولا إعادة شارة سو لينغيو، لكن عندما التقطها لاحظ فجأة شيئا مخبأ بداخلها، صورة لوالده. تجمد لين شياو في صدمة. هل يمكن أن يكون لقد عثرت على الحقيقة وراء اختفاء والدي؟ في تلك اللحظة رن هاتفه عند رؤية رقم غير مألوف، تردد ثم أجاب. في الثانية التالية صاحت سول لينغيو عبر المتحدث: لين شياو، هل تسللت إلى منزل الليلة وسرقت شارة المجلس الكبرى؟ عند سماع هذا تظاهر لين شياو بأنه لا يعرف عما تتحدث، لكن سول لينغيو سنابت لا تزال تتصرف بقوة. أنت في المجال السري 86، أليس كذلك؟ قبل 10 دقائق أبلغني مركز الإدارة. ظهرت وحش من فئة وزن طنين هناك. صدموا عبارة فئة الطنين لأن المجال 86 هو منطقة تدريب، حيث يجب أن تكون الوحوش تحت الطن الواحد. أي شيء بوزن طنين يتطلب عادة قوة في مجال فتح الروح للتعامل معه. ثم تذكر قبل 10 دقائق كان بالضبط عندما تطور التنين الكيوي. هل يمكن أن يكون الوحش هو وحشه الخاص؟ اللعنة، لقد ركز على التهام ونسى مدى صرامة مراقبة المجال، مجبرا نفسه على أن يبدو هادئا. قال: نعم، يبدو أن الأمر عاجل، لكن لا يبدو أنه يتعلق بي، أليس كذلك؟ أطلقت سولينغيو ضحكة باردة. أو حقا؟ إذا ما يأتي بعد ذلك قد يشملك. هل تعرف مكتب التدابير المضادة الذي يشرف على أمان المجالات السرية؟ إذا كنت على حق، فإن وحدة الكوماندو الخاصة بهم قد وصلت بالفعل وتقوم بعملية بحث شاملة في المجال 86. الاسم وحده جعل لين شياو يتجمد. هذا هو القسم المتخصص في القضاء على الوحوش. اللعنة، هذا سيء. أكدت ردة فعل شكوكها: إذا كنت تستطيع الخروج بأمان مع شريكك، اتصل بي بمجرد خروجك، وتذكر أن الدين بسبب سرقة شاراتي لم يحل. كان لين شياو قد خطط في الأصل للعثور على سو لينغيو، وسؤالها لماذا كانت لديها صورة لوالده، لكن الأولوية القصوى الآن كانت الهروب من المجال. فتح الرادار، ورأى توقيعات الطاقة الخاصة بالمكتب تقترب، بينما افترض التنين الكيوي أن المزيد من الوجبات الخفيفة قادمة إليهم. وبخلين شياو، كل ما تعرفه هو الأكل. ساعدني في معرفة كيفية تجنب البحث. في تلك اللحظة نبحث 3 من الكلاب الطفيلية نحوه، وكأنهم يقولون له أن يتبعهم. لدهشته، فهم التنين الكيوي لغتهم. كان الجراء يقولون إن هناك جحرا في الأمام. كان يمكن استخدام ذلك لتجنب البحث. كما تذكر أن الرادار لم يظهر تلك الجراء ال3 في وقت سابق، لذا قرر لين شياو استكشاف الجحر قريبا، وقادهم الكلاب الصغيرة المتحورة إلى المدخل. كان نفقا ضخما مع بخار أبيض كثيف يتصاعد لأعلى، مما جعله يشعر بالقلق من وجود خطر داخله. أصر التنين كاواي على الذهاب أولا، وأخبر لين شياو أن يبقى في مكانه وألا يتحرك، ثم قفز مع ال3 الصغار وانزلق على طول الممر المتعرج. سأل لين شياو النظام بسرعة عن مستويات طاقاتهم الروحية. اكتشف أن المكان يقلل من توقيع طاقة التنين كثيرا، لكن ليس بما يكفي لإخفائه بالكامل. لذا قفز لين شياو أيضا، وامسك به التنين على الفور وهو يحدق ويطلب معرفة سبب قدومه أيضا. ابتسم لين شياو وشرح أن الطاقة الروحية لا تزال يمكن اكتشافها هنا، لذا كان عليهم النزول أعمق. بعد فترة قصيرة وصلوا إلى غرفة أوسع. قال لين شياو بحماس: إنها كبيرة وعميقة هنا، ويمكن أن تخفي الطاقة. يبدو أننا محظوظون. لكن التنين كاواي أخبروا أنه يحتفل في وقت مبكر جدا. كانت هناك علامات واضحة على الحفر، وكان النفق واسعا جدا. لا يمكن لأي حيوان طبيعي أن يحفر ممرات أوسع بكثير من حجمه، مما يعني أن وحشا عملاقا من المحتمل أن يكون مختبئا بداخله. بعد سماع الشرح قال لين شياو بضعف:
مستحيل، هذا عالم سري من المستوى الأول. إذا كان هناك شيء كهذا هنا لكان قد اكتشف بالفعل. أعطاه التنين نظرة كما لو كان أحمق. لا تنسى لماذا جئت إلى هنا في المقام الأول. في تلك اللحظة التقط الجرو رائحة وقال هناك شيء استثنائي في الأمام، ومع ذلك انطلق للأمام. سرعان ما وجدوا أكواما من العظام في النفق مع العديد من جثث الوحوش الطازجة. توهجت عيون التنين كاواي مثبتة على الجثث، لكن بمجرد أن تحركت ظهر مخلوق ضخم فجأة. كان هو نفس الوحش الذي حفر هذا المكان. وحش قديم شرس، فند شي، طوله 8 أمتار ووزنه 45 طن. بينما كانوا يحدؤون في الكولوسوس بصدمة، سقط المزيد من الوحوش من السقف. كانوا نفس الكلاب المتحورة التي حاصرتهم في وقت سابق. عند رؤية لين شياو افترضت المجموعة أنه وراء ذلك واستعدت لاتهامه بغضب. زأر التنين كاواي مجمدا إياهم في مكانهم. نادى لين شياو هي ليس هذا هو الوقت لنمزق بعضنا البعض. لكن قبل أن ينهي حديثه فتحت فمن عظيما فجأة خلف الكلاب. في قضمة واحدة ابتلعتهم جميعا دفعة واحدة، وهم يشاهدون المجموعة تذهب كما لو كانت طبقا من الوجبات الخفيفة. لين شياو الذي كان يأمل في كسبهم لم يستطع إلا أن يئن. يبدو أننا سنحتاج لتحمل هذه بمفردنا. في اللحظة التالية قفل فنج شي نظروا عليهم واندفع مباشرة نحو المجموعة. فروزلين شياو إذن هذا وحش يزيد وزنه عن 5 أطنان. مرعب. تقدم التنين كاواي وسد فنجي شي وجها لوجه، لكن كان من الواضح أن التنين لا يزال لا يستطيع مجاراته. تم دفعه للخلف خطوة بخطوة وكان يكافح للحفاظ على الخط. من حيث الحجم الخالص لم يكن الجرو كادرجون حتى في نفس فئة الوزن. كان جسده يرتعش بوضوح وهو يكافح للتمسك. ثم بدأ التنين كي ينبح فجأة نحو لين شياو ككلب. في البداية لم يكن لدى لين شياو أي فكرة عما يعنيه ذلك، لكن عندما رأى الكلاب الصغيرة المتحولة ترد عليه أدرك أن التنين كان يتحدث إليهم. في الثانية التالية تمسك جرو بكم لين شياو وسحبه إلى الوراء. كان التنين يريدهم أن يأخذوه إلى مكان آمن. في تلك اللحظة لاحظ فنج شي الضوضاء في جانب لين شياو فاندفع نحو التنين كواي بضربة رأس وحشية بفكوك مفتوحة. هاجم مباشرة نحو لين شياو. صرخ التنين في ذعر لا تهتم به، اركض إلى النفق. عندما قفز لين شياو إلى الجحر اندفع فنج شي بعده مباشرة، ولحسن الحظ كان المدخل ضيقا جدا وحشر الوحش في مكانه. لكن قبل أن يتمكن أي شخص من التنفس بدأ فنج شي في الدفع والحفر بشكل محموم. عند رؤية ذلك جرى الجرو نحو فنج شي، عض بقوة في جلد المخلوق ولدهشته كان جلد الوحش شديد الصلابة. لم يستطع التنين كواي اختراقه على الإطلاق وسحب عدة أمتار على الأرض. ثم انفجر التنين بقوة ورمى فنج شي إلى الوراء. إذا لم تنجح العض فكر فلنجرب شيئا آخر. ومع ذلك مهما هاجم الجرو احتفظ فنج شي بذلك التعبير المثير للأعصاب. في اللحظة التالية أصبحت عيونه باردة وضرب التنين مرة أخرى انهار الجدار خلفهم مما ترك فجوة عميقة. ولاحظ لين شياو ذلك. بدأ أن المنطقة التي ضربها التنين للتو تستعيد نفسها. حتى أقوى ضربات التنين كواي لم تستطع كسر الدفاع. كان هذا هو الأول. بالتأكيد كان بمستوى أقل من فنج شي، لكن لا ينبغي أن يكون بهذا العجز. كان مثل زعيم لعبة فيديو له ميزات دفاعية فقط، نقاط الضعف تأخذ ضررا. استنادا إلى بناء فنج شي كان البطن المنتفخ يجب أن يكون نقطة الضعف، بينما كان لين شياو يفكر في كيفية إخبار التنين. دق النظام. لقد مرت منتصف الليل. سجل الدخول الآن. يمكن أن تمنح التسجيلات نقاط تطور، عناصر وحتى مهارات. اختار لين شياو نعم دون تردد. دينج مكافأة مهارة حصرية للتنين كواي. نفس انفجاري. تكثيف الطاقة الداخلية إلى شعاع مدمر. المدفع الفموي النهائي. سعيد. ضحك لين شياو قائلا فنجشي استعد لتكون لحم خنزير مشوي ونقاط تطور تنيني. لكن النظام صب عليه دلو من الماء البارد حيث تتطلب نفس انفجاري وقت شحن كبير.
حاليا لا يوجد لدى الجرو وقت للشحن. لتثبيت فنج شي تحتاج إلى 30% على الأقل من قوة التنين كيواي، وهؤلاء الثلاثة جراء من الواضح أنهم لا يستطيعون توفير ذلك. ثم جاءت له فكرة، يمكنه هو نفسه استخدام 30% من قوة التنين. قد ينجح ذلك. تأكد أن الإسقاط قد انتهى من فترة الانتظار. خطة لين شياو لدمج. أخذ 30% من خصائص التنين كواي وجذب عدوان فنج شي، وفي الوقت نفسه سيقوم التنين بالشحن وينفجر في نقطة ضعف فنجي لضربة قاتلة. بعد مراجعة الخطة كاملة في ذهنه شرحها بسرعة للثلاثة جراء وهو يحدق في وجوههم الساذجة. لم يكن لديه فكرة عن مدى فهمهم فعلا، لذا أعاد رسم خطة العملية بالتفصيل الكامل. هذه المرة فهم الجراء الثلاثة الخطة على الفور وبدا أنهم موثوقون بالفعل. في تلك اللحظة انطلق زئير غاضب من خلفهم، فاندفع التنين الفتي كوايد للأمام وأطبق فكيه على أنف فنج شوي. كانت دفاعات فنج شوي مخيفة، لكن مع انسداد فتحات أنفه أحمر وجهه بشدة. هز رأسه بعنف وألقى بالتنين بعيدا، فارتطم الجرو بشدة بالجدار. وعند رؤية ذلك أمر لين شياو الثلاثة جراء بتنفيذ خطة إنقاذ التنين، فاندفع الثلاثة متفرقين في ثلاثة اتجاهات بينما اقتربوا من فنج شوي. بينما كان الوحش مشغولا قفز جرو واحد وعض أذنه وعض آخر بعد نبضة قلب. مع انشغال انتباه فنج شوي ركض الجرو الأخير إلى جانب التنين كواي وأبلغ التنين بخطة العملية. في هذه الأثناء كان الاثنان الآخران ينبحان بجنون بجوار أذن فنج شوي، مما أدى إلى جنون الوحش. كان يضرب برأسه الضخم محاولا إلقاء الجراء بعيدا، لكن أكثرهم معاناة كان التنين الفتي الذي كان محصورا تحته. وعندما رأى الخطة تسير بشكل مقبول رفع لين شياو صخرة ليضرب بها فنج شوي، لكن للأسف لاحظ الوحش ذلك. أطلق سراح التنين وتراجع، فاندفعت الصخرة المخصصة لفنج شوي مباشرة على رأس تنين كواي. انتفخ تورم بحجم جمجمة التنين فورا. اللعنة أيها التنين، لم أقصد ذلك، قال لين شيل باندفاع بينما اقترب فنج شوي مبتسما بشكل شرير وارتفعت حالة الذعر. لكنه حاول أن يثبت نفسه، لا زلت أملك القدرة على الإسقاط. إذا قررت استكشاف العوالم السرية يجب أن أقاتل الوحوش بانتظام. ذكر نفسه أنه للبقاء حيا عليه أن يبقى هادئا، لكنه واجه فنج شوي المتوحش الذي يقترب خطوة بخطوة، فخارت قواه وسقط على الأرض. اللعنة كان والده دائما يقاتل الوحوش بهذا الشكل تماما. عندما وصل فنج شوي إليه أضاءة شعلة تحت قدميه. لا بد أن تنين كواي أنهى شحنته، والزاوية كانت مثالية الآن. تنين كواي أنفاس انفجارية. نظر فنج شوي إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه التنين ليجد لا شيء هناك، معتقدا أن لين شياو يتظاهر أن دفع ليفترسه. فجأة أضاءت شعاع ساطع من تحت بطنه وزادت اللمعان مع تصاعد زئير، وبعد نبضة قلب اصطدمت أنفاس التنين الانفجارية بفنج شوي، مما أدى إلى دفع جسده خارج الحفرة. في نفس الوقت سقط الوحش للأسفل مباشرة في مرمى نظر مكتب التدابير المضادة. يبدو أن هذا هو هدفنا. تقدموا قالوا تلك القوة، المدفع الفموي النهائي. همس لين شياو بإعجاب وهرد ليقلب التنين. تلك الصخرة كانت خدعة تماما لجعل فنج شوي ينزل حذرة. بهذه الطريقة يمكنك الحفر تحتها وضرب ضربة قاتلة. بفضل خطتي الكبرى أسقطناها. وقف تنين كواي بتعبير دسداين مفتوح. قصة رائعة من كان الذي ارتعش عند رؤية فنج شوي ولم يستطع حتى الهجوم وسقط في المكان. انفجر لين شياو جاهزا للجدال، لكن قبل أن يتمكن من الرد بدأت جرس النظام يرن بلا توقف. صرخ لين شياو بجدية: في وقت مثل هذا أنت لا تزال تأكل. قد يكون مكتب التدابير المضادة خارجا. هل تريد أن تعيش أم لا؟ قبل أن يتمكن من إنهاء كلامه انزلقت قدمه وسقط مباشرة في الحفرة، بينما استمر تنين الكوى في المضغ متجاهلا إياه تماما. ثم رأى لين شياو بلورة خضراء. هل يمكن أن تكون نواة وحش؟ بينما كان التنين يميل أمسك لين شياو بسرعة بالنواة في يده. استدعى النظام ووضع النواة عليه. بينغ: تهانينا مضيف.
تم ترقية نظام وحش العظمة إلى المستوى 2، تم إكمال المهمة 3، تم إصدار المكافأة. يرجى التحقق بسرعة. اعتقد أنها مجرد حقيبة ظهر عادية، لكن عند فتحها كشفت عن مساحة خاصة بها. أولا كان هناك ممر يؤدي إلى مساحة الوحش، ثم جاءت منطقة داخلية بحوالي 30 متر مكعب لتخزين الوحوش والأغراض الشخصية، ولم يكن هناك شيء داخل يمكن رؤيته من الخارج. مع هذه الحقيبة لم يعد عليه القلق بشأن المكتب. بعد أن رأى التنين اللطيف، وضع التنين والآخرين في الحقيبة، ثم خرج من الحفرة وتوجه إلى فنغشي. لدهشته كان هناك نواة كبيرة مدفونة في بطن فنغشي، عادت تنمو نواة الوحش في الرأس، ولكن عندما تسلق وجد أن حواف هذه النواة بدت مصقولة بشكل مصطنع مع علامات خياطة واضحة حولها. أوضح النظام أنه بسبب نمط حياته الفريد تطور فنغشي بقدرة خاصة عند الحفر، فإنهم يفرزون لعابا خاصا يخفي الطاقة الروحية. في العصور القديمة كان الناس يربون فنغشي عمدا، مستخدمين إياهم كحاويات لجمع الأوراق وزيادة قدراتهم الخاصة. لا يصدق شخص ما يحتفظ بوح الشرس تحت أنف المكتب، قال لين شياو بينما أخرج التنين اللطيف رأسه قائلا: قرود غبية تتوجون أنفسكم كأسياد للعالم، تدوسون على حياة الآخرين كما تشاءون. دفع لين شياو بسرعة إلى الداخل. لماذا تخرج في كل مكان؟ من الآن فصاعدا لا تخرج دون إذني. في تلك اللحظة أضاء النظام تنبيها. كان التوقيع الأورا عالية الكثافة تقترب. اعتقد لين شياو أن مكتب التدابير المضادة في الطريق وتحرك للمغادرة، لكن عند رؤية تلك النواة الضخمة شعر أنه من المؤسف التخلي عنها. عاد محاولا انتزاع النواة. صرخ الإطارات في المسافة. وصل المكتب إلى موقع فنغشي بسرعة. اختبأ لين شياو في الغابة القريبة يراقب من الغطاء. زفر. كانت تلك قريبة جدا، لكنها لا تزال تستحق ذلك من أجل هذه النواة. أخبره النظام أن امتصاص أورا هذه النواة قد يعزز النظام 3 مستويات متتالية. قرر إيدي إعطاء نواة لسولينغ بدون شارتها لم تكن لتدخل العالم، ولم يرغب في التورط مع هذه المرأة أيضا. فجأة نشب الفوضى في جانب المكتب. فنغشي الذي كان بلا حياة سابقا انتعش من جديد. صرخ لين شياو في النظام: ألم تقل أن التنفس الانفجاري لا يمكن إيقافه؟ ولم يتمكن من إنهاء فنغ شيء. أوضح النظام أن معظم الانفجار قد تم امتصاصه بواسطة النواة. ترك فنجي على قيد الحياة. جنون فنج يهاجم فريق المكتب، لكن قائدهم بقي هادئا. تخلص ببطء من قميصه. الوحوش والمستيقظون كلاهما ينجبان من الهالة. الأمر مجرد مسألة من هو الأقوى. حاولت فرقته إيقافه، مذكرين إياه بأنه وحش يزن 5 أطنان، لكن القائد واصل السير نحو فنج شي. تضخمت عضلاته، انتفخت عبر جسده. كان مستيقظا بقدرة عضلية من الفئة. هيا لنر، إن كنت تستحق مواجهة لي. استفز فنج، زأر، واندفع بفك مفترس نحو القائد. أسرع القائد بيده اليسرى، أمسك بفك فنج السفلي وأغلق فمه حتى أنه رفع نصف جسم الوحش، ثم بدأت يده اليمنى بشحن ضربة كف نحو فنج شي. عين فنج شي أصبحت بلا حياة في لحظة. تلك الضربة الوحيدة قطعت رأسه، قذفه جانبا بشكل عابر. إلى فنج شي الميت قال له: مرحبا، لا تحمل ضغينة. إنهاء القتال وفقا لقواعدك هو الاحترام الذي يمكنني تقديمه. أفضل من هؤلاء هناك الذين يطلقون عليك الرصاص. حسنا، أمر الفريق بالانسحاب. أحمل الجثة وعودوا إلى القاعدة. رأس هذا الخنزير وحده يمكن أن يغذيهم لأسابيع بينما كانوا يغادرون. استرخى لين شياو أخيرا. من الجيد أنهم أخذوا فنج شي كهدف من التنبيه حينها. هو وتنين كواي عادا إلى مخبأ فنج شي. بينما كان التنين وليس ذئبا، حزم لين شياو كل قطعة طعام أخيرة. فتح لوحة النظام وألقى بكل نقاط التطور في حجم التنين. الآن أصبح كواي الصغير بطول 80 متر، مع القدرة على الابتلاع والتنفس الانفجاري. بعد كل ذلك كان الفجر قريبا. حان الوقت للعودة إلى المنزل قبل المغادرة. أقام لين شياو قبرا صغيرا لفنج شي، سواء كان خنزيرا مزعجا أم لا، فقد أنقذه 3 مرات في العالم. نفقه جعلهم يتجنبون مداهمة المكتب.
هل تهم نحته مساحة الوحش؟ وفي النهاية جذبت حياة الوحش أنظار المكتب. بعد الانتهاء من ذلك خرج لين شياو من العالم وعاد إلى الواقع. من المؤسف أنه بمجرد عودتي سأعيد الشارة. من يدري إن كنت سأحصل على فرصة أخرى كهذه، آمل أن أتمكن من إعادة شارة بنفسي في يوم ما في أسرع وقت. أرسل رسالة إلى سولين على الفور. نظرة خاطفة على استحمامها بينما كانت أخذ الشارة. كان من المستحيل شرحها، وقد بدت وكأنها تشك في الوحش. لا يمكن معرفة مدى معرفتها. بالتأكيد سألت لماذا دخل إلى العالم. كل ما يمكنني فعله هو المراهنة على الجوهر. إذا كانت متحمسة بما يكفي عندما تراه، ربما ستنسى أن تسأل. حينها ردت سولين برسالة: كان هناك حدثا في الصالة الرياضية، تعال وابحث عنها هناك. لذا هريد لين شياو مع جوهر الوحش، لكن المكان كان مهجورا، لا شيء مثل حدث. دفع الباب مفتوحا بنصف شك. كان الداخل مظلما وصامتا بشكل غريب تماما. عندما كان على وشك المغادرة، نص آخر كانت مرتبطة يجب أن يتوجه مباشرة في اللحظة التي دخل فيها إلى الصالة الرياضية. سلامد الباب الرئيسي مغلقا بصوت عال. فقط عندها لاحظ أن الصالة الرياضية المظلمة كانت مليئة بأعمدة القفز العالي. مرتبكا شعر طريقه نحو المدخل، خطوات تضرب من المستوى العلوي. ظهر ظل مفاجئ. أعددت كل هذا من أجلك. كانت ملامح وجه سولينغيو عاصفة. اشرح نفسك. تراقبني في الدش وتسرق شاراتي. منحرف ولس. بدأت لين شياو تتحدث، وقد لفت يدها فتمزق الشارة من سرواله، وطارت إلى كفها الدليل بيدها. لا تحلم بالهرب مرة أخرى مثل الليلة الماضية. اعترف وسيسهل الأمر. علم أنه لا يمكنه تجنبها، استعدت لين شياو وانحنت أولا معترفة أنها كانت مخطئة في أخذ الشارة دون إذن، ثم بجدية عرضت القلب: وجدت هذا في المملكة السرية الليلة الماضية. أريدك أن تأخذه كاعتذار، لكن قبل أن تنتهي. قذفت قضيب قفز عال في الهواء وحطمت القلب. إذا أنت لا تزال تكذب. ما أريد أن أعرفه هو كيف دخلت إلى غرفتي. استمر في الكذب وفي المرة القادمة سأفجر رأسك. تجمدت لين شياو. لم يكن بإمكانه إخبارها أنه كان لديه نظام وحش، أليس كذلك؟ قل إن وحشا حمله إلى هناك. استيقظ من داخل الحقيبة. صرخ التنين كيوي والجروهات: أخرجونا، سنهزمها. تمتم لين شياو. تبا لهذا، هذه مدرسة. إذا أخرجتك سيقع المكان بأسره. لو أنه لم يستخدم عرض التنين ضد فونغ شياو في وقت سابق، لكان بإمكانه التصدي لها. الآن كانت سو لينغيو على وشك التحرك. قفز لين شياو إلى جهاز العرض وأشعل ضوءه نحوها. عندما رفعت يدها لحماية عينيها ركضوا نحو أبواب الصالة الرياضية. أطلقت سو قدرتها تماما. عندما اقترب من المخرج slammed into the floor blocking his path. He glanced back. She was bending the second floor railing. تحت سيطرتها. محولت إياه إلى منزلق وتشارجينج داون at him. قفز لين شياو جانبا لتجنب. بما أنك لن تقول كيف دخلت إلى غرفتي، سأغير السؤال. من شريكك وأين هم الآن؟ تذكر أنها أكدت على شريك في الهاتف في وقت سابق، لذا لم تكن غاضبة بشأن الشارة على الإطلاق. كانت هذه الخطة بأكملها لإجباري على تسليم كيوي الصغيرة، لكن لين شياو لن يسمح لها بالفوز. وجه جهاز العرض نحو نفسه. اعتقدت سولينغيو أنه سيفعل نفس الحيلة مرة أخرى بينما كانت ضربتها على وشك الهبوط. أطلق عرض الوحش على نفسه. في اللحظة التالية لم تضرب هجماتها شيئا. لقد تحول لين شياو إلى جرو يقفز فوق رأسها. ماذا؟ انفجرت سو؟ ما نوع السحر هذا؟ بينما كانت تحدق قفز للطابق الثاني، كان على وشك القفز عندما انهمرت هجماتها كالمطر. سقط من حافة الطابق الثاني. أطلقت سو قدرتها مرة أخرى تحت سيطرتها. قضبان القفز العالية ولوحات الجدران تشكلت في قفص. لحظة سقوطه على الأرض سقط القفص فوقه. فقد وعيه للحظة لا فرصة للهروب. بينما كانت سو تقترب لاستجوابه، رأت حقيبته ملقاة بجانبه. استمر في الحديث. ما أمر هذه الحقيبة؟ هل يخبئ وحشا بداخلها؟ داخلها كان التنين كيوي يغلي، مطالبا بالخروج وإنهاء الأمر. حتى أن نحاول استخدام عرض النظام.
لإيقاظ لين شياو استيقظ وهو يتمتم. أمي توقف سأستيقظ. كانت ذاكرته ضبابية. بمجرد أن أصبح الأمر واضحا تذكر أنه سقط من الطابق الثاني، لذا كان يتعلق بمشروع الجرو. ليس فقط الأعصاب بل إحصائيات قوتي أيضا، بل تؤثر على معدل ذكائي أيضا. حينها لاحظ سو لينغ كان على وشك فتح حقيبته. تلك حقيبتي، أعيدها الآن. صرخ لين شياو. صدمتها نوبة غضبه. رؤية ردة فعله جعلتها متأكدة من ذلك. إذن شريكك هنا أليس كذلك؟ أدرك أنه لم يستطع إخفاء ذلك. صرخ لين شياو. هذا ليس مزاحا. أعدها. ما بداخلها خطير. لا أستطيع التحكم فيه إذا بدأ القتال. يمكن أن تدمر المدرسة بأكملها. مما زاد من فضولها قامت بفتح الحقيبة. انفجار هواء مرعب خرج منها. بلينكت سو مذهولة. ما هذا؟ هل أنت متأكد أنهم يمكن أن يدمروا المدرسة؟ لقد رأت فقط الجراء الثلاثة المتحولة تقفز خارجا. تنهد لين شياو. حسنا. قاتل إذا أردت، فقط احذر من السقف. نظرت سولي أعلى. كان هناك تنين صغير لطيف يبتسم إليها. توقفت عقلها للحظة. عادت إلى الواقع وقفزت بعيدا. متسعة الفجوة. لين شياو. ماذا جلبت إلى المدرسة؟ إنه يسمى التنين كواي. قال لين شياو بلا حول ولا قوة. وحش من فئة بينغا لتو اجتاز مرحلة الفقس. عند سماع ذلك لم تكن سو لينغ خائفة على الإطلاق. كانت متحمسة. يا صديقي، أنت حقا جلبت شيئا رائعا. أظهرت قدرتها. متشوقة للقتال مع تنين كواي. كانت الفرص لمواجهة وحش من فئة بينغا نادرة. قفزت إلى الطابق الثاني وسحبت كل قضبان القفز العالي نحوها. وبعد لحظة ظهرت يد عملاقة مصنوعة من القضبان فوق الملعب. تفاجأ لين شياو. يا إلهي، نسخة الفتاة من غاندام. حذر التنين. سولينغ، أنت لست عدوا أو طعاما. لا تلتهم. لا تنفث نفسا متفجرا. ندد التنين. سحب لكماته. شعر بأنه متجاهل. سوينغ سو قبضة معدنية مباشرة نحو التنين. فقامت الكاوية الصغيرة بالتجشؤ ثم أخرجت ذيل تنين، مما دفع القبضة الحديدية بعيدا. ببطء حمت لين شياو من الأنابيب المتساقطة. بحث لين شياو عن سو معتقدا أنها مدفونة حين سمعت صوتها يتأتشو من اللوحة الخلفية. تبا لين شياو أنزلني من هنا. لا مشكلة. قال لين شياو. لكن أولا رئيسة سو أجبيني على شيء واحد. لماذا كانت صورة والدي داخل شارتك؟ ما هي علاقتك به قبل 7 سنوات؟ ضرب وحش بانغو. تنين الشمعة. مدينة تيانهاي في نصف يوم. دمر معظم المدينة. ولم تفعل الأسلحة التقليدية شيئا في تلك الكارثة. كانت والدة سولينغ محاصرة تحت الأنقاض. حاولت سو الشابة كل شيء بلا جدوى. وعندما هاجم التنين بفم واسع اختارت أن تموت مع والدتها. تدخل رجل بقبضة رعدية واحدة. دفع الوحش الذي لم تستطع الأسلحة خدشه. ذلك الرجل كان والد لين شياو. لين لونزو أنقذوا سو والدتها. قاطعت لين شياو بفخر. أخبرتك أبي لم يهرب. حتى أنه صفع تنين الشمعة. تلك اللكمة شكلت سولينغ. فقد تدربت على قبضة الحديد لسنوات، آملة في أن تلقي واحدة مثلها. لكن بعد كل ذلك التدريب، عند مواجهة حتى دجاجة بانغو، لا تزال قبضتها محطمة مثل الزجاج. عندما علمت أنها ستستخدم تنينه كدمية تدريب، ارتعدت لين شياو. عيونها تتلألأ. أطلقت عليهم أسئلة عن التنين. أين يعيش؟ في مكانك. لا تخبرني أنك تخبئه في تلك الحقيبة. بينما كانت لين شياو تبحث عن إجابة، حاولت صيده. يا صغير، هل تريد العيش في منزلي؟ يمكننا التدريب كل يوم. عند سماع حقيبة لكم، رفض التنين على الفور. لعبت سو ورقتها الرابحة. نسيت أن أقول أن منزلي داخل عالم سري. هناك مساحة كبيرة وطعام بقدر ما تريد. استسلم التنين الجائع على الفور. بلا خجل كانت تصوب نحو الانتقال. أشارت لين شياو إليها. لا تختطفي وحش شخص أمام صاحبه. أحمرت وجه سو. يمكنك الانتقال أيضا. مرحبا بك. جعلت تلك العبارة لين شياو تتحول إلى اللون الأحمر بسرعة، فغيرت الموضوع سريعا. سائلة عما حدث بعد ذلك بين والده وتنين الشمعة.
قالت سولينغ إنها لم تعرف. بعد أن تم إنقاذها هي ووالدتها، أسرعت الهيئة بهم إلى بر الأمان، تاركين لين لونغ زوان وحده أمام الوحش. عندما انتهت المعركة، زارت سو ووالدها الهيئة لتقديم لافتة شكر، لكن في ذلك الوقت سمعوا أيضا الشائعات القبيحة. وجه لين شواو صارم. إذا كان الكثير في الهيئة قد شهدوا القتال، لماذا كانت هناك افتراءات تلطخ سمعة والده؟ رؤيته هكذا تابعت سو لم تصدق الشائعات أيضا، لذا عادت إلى الأنقاض لتقديم الاحترام. وهناك وجدت شار عمها لين شارة المجلس. سأل لين شواو بسرعة إذا كانت قد وجدت شيئا آخر. في تلك اللحظة أطلق النظام إنذارا أحمر، فتح رادار الوحوش. نقطة بحجم هالة جرم تحول وميضت بالقرب موقعها خلف مباشرة. كانت عينا شريرة، مخلوقا خنثويا يمكن أن ينفصل فيه الجانب الذكري ويتصرف بمفرده، يتبادل المعلومات عبر موجات الهالة، بل حتى يتحول إلى غير مرئي. انفجر 3 جراء تنبح في زاوية، لقد حددوا موقعه. انطلقوا. أشار لين شياو إلى الجراء. أطلقوا العنان. في هذه الأثناء قامت سو بتركيب أقفاص حديدية على المداخل ال4. قادت الجراء العين الشريرة مباشرة إلى قفص بلا أي مكان للاختباء. أخيرا كشفت عن جسدها. عبست لين شياو. ذكرنا الشارة وظهرت هذه الشيء. هل هناك من يتجسس علينا؟ نظرت سو بشيء من الذهول في البداية، ثم التقطت صورة بهدوء. رأيت هذه في كتب والدي، لكن لم أشاهد واحدة حية من قبل. نشرت الصورة على لحظات وأرسلتها إلى والدها. اتصل بها بعد لحظات. أرادت منه تتبع من أرسل الوحش. نظر لين شواو بلا تعبير. ألم يكن بإمكانك الاتصال أولا؟ ثم لاحظ تعويذة وحش على هاتفها. انتظر، هل أعطاك والدي ذلك؟ تذكر أنك طفل صنع له والده لعبة وحش مطابقة على أمل أن يكون شجاعا ويندفع للأمام. كانت عيون لين شياو حازمة. راقبا يا أبي، أنا سيد الوحوش، أكثر رعبا من أي وحش. في هذه الأثناء في قاعدة أبحاث سرية كان رجل مغطى بالمعامل يتأمل لقطات التنين كيو. خلفه كانت تلوح العين الشريرة الأم. كانت آخر إشارة أرسلت من الذكر الشرير الذي أرسلته إلى عالم أستة 80. لم يكن من الممكن اكتشاف فنغ شوي. ما اكتشفه المكتب يجب أن يكون هذا. إذا كانوا أغبياء بما يكفي لسوء القراءة، فهناك تفسير واحد فقط. الوحش نما بهذا القدر في ليلة واحدة. تقدم نحو العين الشريرة الأم، ومزق عدة أكياس ذكرية في سحب واحدة. عيون الشر، اذهبوا خلف ذلك الوحش. أريد كل شيء يتعلق به. ثم ظهرت وجه لين شياو على الشاشة. لقد قام بترويض العين الشريرة المأسورة مع النظام. تتبع الإشارة إلى هنا واستولى على السيطرة على الأم. وهو يحدق في التناي. رمش لين شاو. واحد كان يشبه بانشيدو عيون السكر، والآخر عالم مجنون. ما هذا؟ مؤتمر كوسبلاي. استعاد تركيزه وطلب معرفة لماذا أرسلوا وحوش العيون للتجسس عليه. أجاب العالم أن المراقبة كانت فقط لاقتراح صفقة. أراد من لين شياو أن يحضر تنين كواي حتى يتمكن من جمع بعض الجينات. كانت هدفه بناء حديقة وحوش من أجلها قام بتربيتها وجمع عشرات الآلاف من الكائنات للدراسة. سخر لين شياو. لماذا يجب أن أدعك تأخذ الجينات؟ بناء على ما قاله العالم. عرض فيديو على بعد أكثر من 4000 ميل بحري من تيانهاي. يوجد جزيرة غوان، أعتقد أنك ستجدها مثيرة للاهتمام. أظهر الفيديو غودزيلا وهو يمسح بعثة كاملة قبل أكثر من 60 عاما. درس العالم الجزيرة لمدة 12 عاما ليتعلم عن غودزيلا، ليكتشف بعد ذلك أنه اختفى قبل 20 عاما. ومع ذلك الآن قد رأى شبيهه. اتسعت عينا لين شياو. أليس هذا هو نفس الوحش الذي صنعه والده له؟ سأل ما المعلومات التي يمكن أن يقدمها العالم. استخرج الرجل صورة لوالد لين. أعلم أنك ابن لين لونغ زوين، وأنت تبحث عنه، وأعرف بعض الأشياء المثيرة عنه. اختفت وحوش الجزيرة قبل 20 عاما. انتقل والدك إلى تيانيهاي قبل 20 عاما، وأنت تمتلك وحشا مطابقا لوحوش الجزيرة. مصادفة. كل الإشارات تشير إلى GEON. لدي عقدين من بيانات البعثة. صفقة. صمت لين شياو. لم يشعر أنها مصادفة. كان هناك شيء مدفون هناك. رؤيته يتردد. سولينغ صرخت لا تنخدع.
أتذكر من هو شيويمو، كان أستاذا في التكنولوجيا الحيوية كيجو، والآن يريد شراء المكتب لتعديل الجينات البشرية بشكل غير قانوني وتربية الوحوش. ضحك لين شياو: لم يكن بحاجة إلى التحذير، أنا لا أشارك مع هذا المخلوق. وإذا استطعت سرقتها فلماذا أحتاج إلى التفاوض؟ أمر عيون الشر رقم 2 و5 بتحريك عصا USB الخاصة بالأستاذ التي قفزت في الهواء وانطلقت نحو مخرج المختبر، وطار بانشي ذو عيون الصقر خلفها. أستاذ إنه يتحكم في عيون الشر المغناطيسية. جميع الذكور الأربعة الذين أرسلناهم تحت قيادته ضغط العالم على جهاز التحكم عن بعد. بدأت الأم الشريرة تنتفخ مثل البالون، تمزق اللحم. صرخت الأم. بدأت الذكور على جانب لين شياو ترتعش أيضا. كانت قوة الرجل المستيقظة هي فنون الجراحة، كان يمكنه قطع وزرع الأعضاء حسب الرغبة. لقد زرع شرائح. سمحت له بتفريغ الهالة عبر النواة والتحكم في النمو. العصيان كان سيحول طاقة النواة إلى تيار ويعاقبهم. ضغط على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى. صاحت الأم: توقف. صرخ لين شياو: ابتسم، العالم سهلة. أطلق سراح سيطرتك على الأم وسأتركها تذهب. اعتبر عرضي أيضا. لم يتبق لك الكثير من الوقت. إذا مات هذا الخائن ستقطع الرابطة الروحية، ولا يمكنك الإجابة أو أمر الذكور هنا. سيموتون جميعا وهم يتأملون العين المتلوية. لوم لين شياوي نفسه. لم يعرف حتى كيف يقطع الرابط. تشتتت أعين الذكور مطاردة من قبل الشبح. اتخذ لين شياو قراره رفض الصفقة بشكل قاطع. حتى لو لم أجد والدي أبدا لن أعمل مع مريض مثل أنت لست إنسانا. إنس جينز تنين كواي. لن أعود أيضا بعين الشر. كان غاضبا لدرجة أنه كاد يقفز من خلال الشاشة ليضرب الرجل بلا رحمة. في تلك اللحظة تقدمت الصغيرة كوا خلف لين شياو وسولينغ ودفعتهما برفق جانبا. عند رؤية التنين يملأ الشاشة ارتعش الشبح ذو العيون الحادة: ما هذا؟ كيدو جزيرة غوين الذي يشعر الأستاذ بالهوس تجاهه. أعلم أنها مجرد إسقاط، لكنني خائف على أي حال. لكن العالم المجنون كان في قمة السعادة بعد 12 عاما. وجد أخيرا الوحش الرائع وهو يظهر أنيابه زأر تنين كواي. إذا أنت القرد الذي يدوس على الحياة، تتجرأ على التعامل مع الوحوش كلعب. لم يرتعش حتى أنه أنحنى ليحاول لمس التنين. أرض أحمق، سأريك غضب الوحش. زأر التنين مزلزلا الأرض، وتمايل المختبر كما لو كان زلزالا. في المدرسة كاد السقف أن يرتفع. يكفي. صرخ لين شياو. الغضب عبر الشاشة لن يساعد. بينما تنهد العالم إطار مهيب، زئير ملك مثالي. فتحت المخلوقات في خزانات العينات خلف عيونها. كانت ترد على نداء التنين، واستيقظ المزيد من الوحوش في نفس الوقت. زود التنين العاورة إلى العين الشريرة الذكورية، دافعا إياها عبر الرابط الروحي ليفيض المختبر. العين الشريرة رقم 4 بالكاد تحتفظ بترابطها. أعاد الاتصال بالقناة المقطوعة. بينما كانت العاورة تتدفق عبر المنشأة، انفجرت الأغطية الزجاجية وخرجت العينات بشكل همجة. في اللحظة التي شربوا فيها الطاقة تحطموا خارجا وزأروا تجاه العالم. كانت المرأة ذات العيون الحادة هي أول من رصد الفوضى، وحاولت رفعه في الهواء لكن مخلبا لم فلاش، وكانت متأخرة بخطوة. شق الوحوش العالم إلى نصفين. سولينغ غطت عيني لينشيا ولم يكن بحاجة إلى هذا المستوى من الفظاعة بعد. وفي الوقت نفسه حطمت وحش وحيد القرن أبواب المختبر. استغل العين الشريرة رقم 3 اللحظة. طائرا بالخارج مع القرص البيانات، استرخى رقم 4 وهو يرى رفيقه يهرب. ثم قطع قناة العاورة وأغلق عينه إلى الأبد. لكن عندما انقطع الشاشة إلى السواد، عادت صوت شيويمو مثير: هل اعتقدت أنك تستطيع الهروب من قبضتي بهذه السهولة؟ مقطوعا إلى نصفين. لم يكن لا يزال ميتا. وهو يرتدي تعبيرا من اللذة المتعكرة، مد يده مناديا نصفه المفقود. على الفور بدأت خلاياه تنقسم بسرعة. تشنجت العضلات وانقسمت مضاعفة، وسرعان ما بدأت مخلوقات صغيرة ذات ذيل تتبرعم عن جسده، وهرعت نحو شيوامو وتحول جذعه، بينما نمت أكياس جلدية لاستقبالهم. كلما اندمجت المزيد من المخلوقات في، استعاد نصف جسده المفقود.
كانت امرأة الصقر تتوتر. لقد سرقوا السلاح. هل يجب أن نذهب وراءه؟ شومو لوح بيده معبرا عن عدم الاكتراث دعهم إنه طعم لإبقاء الولد في الرؤية. بالإضافة إلى ذلك لم يعد جزيرة السلاح مكانا يمكن للبشر الوصول إليه بسهولة بعد الآن. في هذه الأثناء في صالة الألعاب الرياضية بالمدرسة، بعد أن ضخ هالتو عبر الرابط، جف التنين الكواي مع دوين وسقط التنين الصغير على الأرض. ماذا يحدث؟ سأل لين شياو. لا رد. سولين لقد قفزت. يبدو أن الأمر يتعلق باختناق الهالة. عند سماع كلمة اختناق سقط لين شياو ليقوم بإنعاش قلبي. تأوه سو وأوقفه على الكوكب الأزرق. هذا هو الأرض. الهالة المحيطة رقيقة بعد الانفجارات الكبيرة. إذا لم يستعد المستيقظون في الوقت المناسب فإنهم يظهرون أعراض الاختناق. تعاني الوحوش أكثر، فجسادها عبارة عن لحم متداخل مع الهالة. حتى الوظائف الأساسية تعمل على الطاقة. صرخ الملك قبل قليل كان يؤذي العدو ب1000 ويؤذي نفسه ب800. بشكل أساسي كانت حركة انتحارية. لا يمكنك استشعار الهالة، لذا قد تفعل شيئا مثل ذلك دون تفكير، لكنه كان يعلم بوضوح وفعلها على أي حال. لين شياو لم يكن يتوقع أن يدفع التنين نفسه بهذه القوة، ولحسن الحظ لم يبدو أنه قاتل. أنتجت قنين لتكثيف واستقرار الهالة. أخذ لين شياو القنين وساعد التنين على الشرب، بينما كانت سو تتساءل. لا يمكنه استشعار الهالة. لم يستيقظ بعد. فما هي قوته؟ كريكت الباب وفتح، واندفعت العين الشريرة رقم 2 بسلاح. انزلقت القرص البيانات رقم 1 من سو واتقت في الهواء. أخذت القرص. ابتسمت سو. يبدو أننا فزنا في هذه الجولة. احتضنت العيون الشريرة 2 و3 و4 وهي تبكي من الإغاثة، لكن لين شياو لم يستطع الابتسام، فقد تم ذبح البقية على يد امرأة الصقر. أخذ القرص من سو ورماه على الأرض. ليس هذا انتصارا، بل سرقة رخيصة مع خسائر ثقيلة. سحق القرص تحت قدمه. نظرت سو مذهولة. تلك معلومات عن السلاح. ألا تريد معرفة الحقيقة عن والدك؟ حافظ لين شياو على هدوئه. هذه الليلة كانت محظوظة. شومي لم يمت. سيعود. أولئك الذين يتعاملون مع الوحوش. يمكنني أن أخبرك وفقا لما نعرفه قد يكون هذا القرص فخا له. لا أستطيع التغلب عليه بعد. لن أخاطر بوحوشي. لقد أعطوني حياتهم وبعضهم مات من أجل المهمة. حماية لهم هي واجبي. أما بالنسبة لأثر والدي سأجمعه بنفسي لاحقا. رؤية لين شياو بهذا التصميم شعرت سولين أنه كان شخصا مختلفا. كان طفلا متعرضا للتنمر، يتحدث بشكل كبير. ماذا حدث بالضبط الليلة الماضية؟ ربما كان شخصا يستحق أن نضع فيه بعض الأمل. ديانا أعطته منشورا. كان عبارة عن إعلان امتحان عضوية نقابة دائي. فكر في الجلوس لامتحان النقابة. ستحتاجه عاجلا أم آجلا. الحصول على شارة ترخيص يسهل الوصول إلى العوالم السرية. تبدأ الاختبارات الشهر المقبل. بلنتي من الوقت للتحضير. بينما تردد لين شياو. رفعه التنين الكواي. هذا الطفل سيخوض الاختبار الشهر المقبل. لقد حجزت له مكانا منذ البداية. لقد كنت خجولا. أي شخص يمنعنا سأبتلعه. كان لين شياو على وشك الاعتراض عندما بدأ البخار يتصاعد من جسم التنين. شعر بشيء خاطئ في ثوان غمره البخار وترك لين شياو عندما بدأ البخار يخف. وفي نبضة قلب التالية انكمشي يعود إلى حجمه كحديث الولادة. ماذا عن سولينغ؟ هل كانت تلك الأدوية مزيفة؟ ماذا فعلت بكوائي؟ بعد شهرين انتهى لين شياو من الامتحان، واليوم سيتم نشر النتائج. سأل بقلق. كوائي، هل اتصل أحد عن النتائج بعد؟ نظر كوائي الصغير إلى الهاتف متجاهلا إياه. في ذلك الصباح استعار التنين هاتفه بجدية للبحث عن المواد عبر الإنترنت. لقد مرت شهران. هل لا يزال عالقا في جزيرة جيو إن يشعر بالذنب؟ انحنى لين شياو ليرى ما الذي كان يبحث عنه، ليكتشفوا أنه يلعب شرف الملوك لعبة موبا على الجوال ويؤدي بشكل سيء. 59 وفاة في مباراة واحدة. هيا، هذه 26 خسارة بالفعل. إذا لقد كنت تلعب طوال الصباح قبل أن ينهي جملته. وميض أحمر تألق على شفتي كواي. نفس قاذف اللهب الصغير.
افقد الهاتف إن كان يجب عليك، لكن ليس على هاتفي. صرخ لين شياو وأعطى التنين إبهاما للأعلى، محاكاة القتال لضبط قاذف اللهب مع سماع تلك الأعذار الواهية. قفز لين شياو لتأديب المشاغب وفتح الباب، ودخلت والدته تحمل صينية ضخمة من الكباب المشوي، وهي تعاقب لين شياو: يا صبي، هل تتنمر على الصغيرة كوا؟ أمي، هل يمكنك على الأقل أن تطرقي الباب؟ لست هنا من أجلك. وضعت الأسياخ والكلة أمام التنين. ها هي صغيرة كوا. انسى ذلك المشاغب الطازج من الشواية. حدق لين شياو أمي، ابنك لم يأكل شيئا طوال الصباح. هذا تفضيل صارخ حسن. كوني ابني ليس سهلا أيضا. سلمته شريحة من الخبز. تسند نفسك، أليس كذلك؟ ألم تقولي إن كواي لا يزال ينمو؟ أصبر حتى الغداء. سأعيد تسخين بقايا الليلة الماضية. لماذا أحصل على خبز بينما يحصل على لحم؟ انظر إلى الصغيرة كوا، تدرس كل يوم بينما أنت نائم تدرس. إنه يلعب. كان قلقا من أن والدته لن تقبل التنين. اتضح أنه كان الإضافة المجانية. هل وصلت نتائجك بعد؟ سألت والدته، قالوا سيتصلون في الساعة 10 صباحا، لكن لم يحدث شيء حتى الآن. تنهد لين شياو أمي، لقد أنفقت مدخراتنا لتسجيلك. كانت تلك أموال زفافك؟ إذا فشلت استمتع بكونك عازبا. سمع صوت خارج الباب. سولينغ، لقد قمت بفتحها غاضبا. قال لين شيا والنتائج ظهرت. اتصلت بك طوال الصباح، لماذا لم ترد؟ جمع لين شيا والأمور. شخص ما أنهى جميع المكالمات فقط ليواصل اللعب. لقد أجبت بدلا مني. أخبرتني أنك ستتعامل مع كل شيء. كنت أعتقد أنك موثوق. كاذب. ووجهي ضربة نحو التنين. أمي، الآن تفهم. انفرجت. كلاكما أصبح جريئا في فعل هذا عندما لدينا ضيف. دقت الجدران. سيو. لقد كانت الزيارة في وقت خاطئ. بعد لحظات كانت والدته تحمل واحدة في كل يد نحو القاعة. أنتما قويان. ها؟ سأتعامل معكما. أوه سولينغ، أسمعك تتحدث في كل اجتماع للآباء. رؤية حالة الرجل والتنين المؤسفة مسحت سيو العرق البارد. ثم حصل لين شياو على المركز الأول في امتحان أمي ابتسمت. هذا ولدي. إذن هو في الأساس في النقابة. أضحت وجه سيو جادا. امتحان هو مجرد معرفة أساسية مكتوبة عن الوحوش ومملكة الأسرار. الأجزاء الصعبة هي التالية. امتحان 2 هو اللياقة البدنية، أقل من 10% للنجاح. امتحان 3 هو القتال المباشر، يتغير سنويا. الفشل شائع. بدت والدته قلقة فتحدث لين شياو: سأنجح في كلاهما. لم أستيقظ بعد، لكن لدي أدوات أخرى. هذه المرة سأستعد بشكل صحيح. ابتسمت سيو لعزيمته. أني شيء آخر. هل يمكن أن يبقى لين شياو في منزلي لمدة شهر من التدريب قبل الامتحان؟ حدق لين شياو ووافقت والدته في اللحظة. وبعد مغادرتهم استسلمت والدته على الطاولة. الأطفال يكبرون ويطيرون. أردت أن أحتفل. أظن أنني سأتناول العشاء بمفردي. بعد لحظة كانت قد نظفت الوليمة وشعرت بتحسن كبير. إذن هذا هو السبب في أنه يريد تلك الامتحانات فجأة. طائرين بحجر واحد. بينما كانت لين شياو تحدق في منزل سو مذهولة، كان والد سو هو الطبيب الوحش الشهير الدكتور سو. عند سماع كلمة وحش لمع في عين التنين وسالت منه اللعاب. شرحت سو أن مركز الأبحاث كان مجرد مدخل لمنزلها. منزلهم الفعلي كان داخل عالم سري تحت مرآة بالسيارات الذي انتقلت إليه عائلتها. تدرس الوحوش بدوام كامل. لين شياو، هل يتحدث ذلك حتى عن الراحة؟ كيف يمكن لشخص يمتلك عالما سريا؟ يمكن استئجار العوالم عالميا، والعوالم غير المكليم تعطى بالأسبقية في هوغو. تتولى نقابة دائي استكشاف العوالم، لذا تتحكم في معظم العوالم. استخدم ملكية الشريحة، فهناك الكثير جدا. لذلك تقوم النقابة بتأجير العوالم المستقرة. عالم إستا و80 الذي زرته مؤجر لمكتب التدابير المضادة لتدريب مرحلة تكثيف الدم. الاستئجار يجب أن تكون عضوا في النقابة. اجتياز الامتحانات، ويمكنك التعاقد 1-2. قفز قلب لين شياو. إذن يمكنني استقرار كواي والآخرين في عالم، ويمكننا العيش معا.
هذا ما يستحقه سيادة الوحوش. قادتهم سو إلى عيادة الوحوش، داخلها جلست أم العين الشريرة. عندما رأت لين شياو امتلأت عينيها بالدموع. ظن أنها أم المختبرة التي عادت للحياة، لكن عند النظر عن كثب كانت عينها الشريرة. الرقم 1 كان جالسا على جسدها العين الشريرة، رقم 2 ورقم 3، بينما تساءل كيف أصبح الرقم 1 هو الأم. أوضحت سولينغ: لا أعرف كيف تميزين بينهم، لكنهم معا كائن واحد. الجسم الذكري هو في الأساس عضو صيد، يمكنه الانفصال عن المركز. عندما يتعرض المركز لأضرار بالغة أو يموت، يتحول ذكر آخر إلى مركز أنثوي جديد. كنت تحزنين على الأم من قبل، لكن عندما أقسمت على حماية الوحوش، يجب أن أقول إنك كنت تبدين رائعة جدا. رؤية العين الشريرة وهي تستعيد قوتها. لين شياو فرحا أزال حقيبة الفضاء ليخفيها داخلها. قالت سو إنه يجب أن تخرج، ويجب أن يبقى في مكانه وألا يتجول. ثم غادرت الغرفة. بينما كان لين شياو يضع العين في الحقيبة، سمعت صوت خلفه. اتفتت، كانت فتاة شقراء واقفة هناك. أخي الكبير، هل استيقظت؟ ومعك وحش لطيف جدا، هل يمكنني مصافحة معه؟ مدت يدها نحو وجه التنين اللطيف بتلك الابتسامة الساطعة. لم يستطع لين شياو الرفض. سيطر التنين على قوته بحذر وعرض مخلبه، خائفا من إيذائها. في اللحظة التي اتقت فيها أيديهما، أصاب التنين مد قوي. رأى لين شياو كواي يهتز. ما الأمر؟ قال التنين إن يده لم تستطع الانسحاب. أعتقد لين أنها ستستخدم بعض القوة، لكن الفتاة قالت إنه باجيه تشوان، فنون قتالية صينية تعيد قوتك إليك. حاول التنين أن يحرر نفسه، ثم سقط على ركبته، وأضافت: كلما دفعت بقوة زادت القوة المرتدة عليك، لكن التنين العنيد دفع بقوة أكبر فتكتف بطرفة عابرة. ألقت بالتنين الذي يزن قريبا من طنين. أنت من طلبت ذلك. كيف تشعر عندما يتم رميك بقوتك الخاصة؟ فغرت لين شياو فاهه، لقد تم رميه بهذه السهولة. غاضبا شحن التنين ليعلم الفتاة درسا، لكنها ضحكت وسحبت كرة صغيرة وطرحتها على الأرض وملأت دخان العيادة. وعندما تلاشى كانت بجانب لين شياو، سكين على عنقه. حب استيقظ، حركات مبهرجة لتخويف الناس. ينسون أن سكين المطبخ يمكن أن تؤدي المهمة. عندما يشعر شخص ما بالتهديد حقا، يتمسك بحبل النجاة. سلم يدك. لم تكن لين شياو تتوقع أنه كان هدفها من أنت. ابتسمت. اهدأ، إذا كنت أريدك ميتا كنت ستموت 4 مرات منذ دخلت. هذا علامة. سلمني المصباح الضوئي. أخت سو حذرتني أنك تعزز إحصائياتك بهذا. بالمناسبة، أنا المدرب الذي استأجرته لتدريبك الخاص. أنا فونغتي إنجي. ليس سلاح الفانتيانج هالبريد، فقط فانتيانج جي من القارة. صاحت سو: اترك اللعب السخيف، أنت أكبر مني ب7 سنوات. حسنا،